يا مساء الجمال، ازيكم عاملين ايه؟ انا هنا واقفه قدام مجموعه بيكل باتروس ومعهد السياحه والفنادق هنا في الغردقه. طبعا هم من المجموعات الجميله جدا في الفنادق الغردقه يعني. قلت اقف يمكن حاجه تبان، مش عارفه، مش باين حاجه طبعا. كفيو يعني من ورايا. حابه ادردش معاكم في حاجه صغيره كده خاصه بالمعمار يعني. بما اني وقفت ممكن اشيل الحزام اللي خانقني ده. طيب، يعني في موضوع كده حابه ان ادردش فيه معاكم عن البروجيكتس او الحاجات اللي هي بتحتاج لتنميه معماريه او عمرانيه، اي حاجه يعني بروجكت. اي حاجه في الدنيا ليها برنسبلز او يعني الاجزاء اللي هي نقط القوة اللي بتبقى بتعتمد عليها المشروع. انا بتكلم في المثلث القوى اللي هو الثلاث نقط اللي بيرتكز عليهم المشروع وبدايله، ايا كان بقى مهندس مقاول شاطر بيعرف يدير الموقع، الحاجات دي كلها. لو واحدة منهم وقعت ممكن الاتنين التانيين يشيلوا الموضوع، بس لو اتنين وقعوا التالتة بتبقى صعب قوي ان هي تحرك الدنيا. طيب خلينا نتكلم فيهم. هم انا شايفاهم على انهم مثلث، تمام. دول اللي بيرتكز عليهم المشروع. اول حاجة الفكر الهندسي، والفكر الهندسي ده مش قاصر على المهندسين بس هم المهندسين هم اللي بيعرفوا يحطوه على ورق، خلينا نقول. تمام. تمام. الحته التانية اللي هي الشق الفني، وده طبعا لو المهندس عنده اكسبيرينس في التعامل مع الصنايعيه واخد منهم خبره، واخد من الموقع خبره، وبص الاخطاء وتعلم منها، هيبقى عنده الخبره دي. لو ما كانش، هو طبعا الصنايعيه هم اللي عندهم الاكسبيرينس دي، اللي هي الشق الفني في المشروع. يبقى احنا عندنا المثلث مكون من الشق الهندسي، الشق الفني، وساعات كتير جدا في صنايع بتتفوق على المهندسين فيه ومقاولين، والشق المالي. تمام. طيب لو انا عندي الدروينجز او الرسومات الهندسيه مش كامله، وعندي صنايعي شاطر، هيعرف يكمل القصور ده، بس امتى؟ لما يبقى واخد حقه، الحته الماديه. طيب لو انا عندي مهندس شاطر وعندي صنايعي نص نص، وبرضو الماتيريالز موجوده، ما الماتيريالز مين اللي بيوجدها؟ الماده او الحته الشق المالي، والماتيريالز موجوده والمشروع قدامنا، برضو الحكايه هتمشي. لكن بعض الاونرز ما بيحطوش سيوله كفايه في المشروع، وبيحطوا صنايعيه كتير، وبيجيبوا ما بيجيبوش بقى مهندس او حاجه، تلاقي المشروع ابتدى يحصل فيه ايه؟ تك تك كده خلل. تمام. وفي حاجات تانية بشوفها ان شق زي الشق الهندسي بيبقى اوفر قوي، ناس كتير كده ومهندسين رايحه ومهندسين جاي، طب مفيش صنايعيه او مفيش تحت ايديهم دولاب صناعيه قوي. طب ماشي، طيب ما انت كل دول مش هيشتغلوا بايديهم، محدش فيهم هيشتغل بايديه. ولو مهندس اشتغل بايديه ده مش هيعمله مظبوط، مش هيعمل حاجه مظبوطه. المهم يعني ما علينا. انا بشوف دايما المثلث ده جواه الزمن، عامل الزمن. يعني انت لو مدي للشق الهندسي ان شاء الله حتى 50%، جايب مهندس كويس بس نص نص، ومدي الشق الفني برضو 60-70%، وحاطط عامل سيولة مادية وليكن 80% من قيمة المشروع، انت كده هتخلص المشروع. تمام. ليه؟ لاني اثناء ما انت شغال مثلا خلال 6 شهور دول ممكن تجيب بقية الفلوس، لكن علشان تبقى رصيدك اقل من كده وعايز المشروع يمشي، مش هي يعني ممكن كمان وانت شغال تتصرف، تبيع حاجة، تشتري حاجات، المشروع نفسه يشتغل بشكل او باخر فيجيب لك في المهم يعني. فما يجيش الاونرز يقول لنا اصل احنا ما فيش فلوس، تمام، وما في، والصنايعيه يتدخلوا يجيبوا لنا ناس مش فاهمه حاجه،
وانا اساسا عندي الركن الهندسي لسه عايز يدرس ومحتاج نوفيه، وفي الاخر عايز المشروع يخلص بسرعه. نجيب السرعه دي منين؟ يعني السرعه دي تيجي منين؟ مش هتيجي، مش هتيجي. مشاريع كبيره جدا في هنا في الغردقه وفي حتت كتير وقفت بسبب ان كان في شق من دول مش موجود وشق تاني مهمش الى ان يثبت العكس. نهاركم سعيد، يومكم زي الفل. اتمنى تتابعوني وتقولوا لي رايكم برضو في الكلام اللي انا قلته ده. ماشي، انا الكلام ده يعني رؤية شخصية وان شاء الله تكون موفقة. باي.